السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. اهلا وسهلا بكم يا ابطال اولى ثانوي. دلوقتي ان شاء الله باذن الله هننفذ حاجة كده انتوا طلبتوها مننا. بعض زمايلكم قالوا عايزين كده اعادة سريعة للدورة الجهازية والدورة الرئوية وكيف يعمل القلب. فان شاء الله باذن الله في فيديو سريع هعرفكم الجزئية دي. طبعا احنا شرحناها بالتفصيل في المحاضرة ودلوقتي بنعيدها ان شاء الله باذن الله. آه، احنا عندنا القلب زي ما احنا بنقول فيه 4 غرف او 4 حجرات. اول حاجة طبعا عارفين ان ده بنسميه أذين، وطبعا ده هنسميه أذين ايمن، وده بنسميه البطين الايمن. ده بطين ايمن. بعد كده عندنا ده أذين، قصدي ده بطين ايسر، وده أذين ايسر. طبعا احنا اتفقنا على الاتجاهات وقلنا ان المنظر بتاع القلب ده منظر امامي فبنعكس فيه الاتجاه. يعني ممكن انت تبقى شايف ان هو لا ده ايمن يا دكتور، اقول لك لا يا حبيبي ده مش الجانب الايمن، ده الجانب الايسر. تمام. ممكن تبقى انت شايف الجانب الايسر ان هو ان انت شايف ان انا كاتب هنا مثلا ايمن وانت بتقول شايفه ان هو ايسر، اقول لك لا يا حبيبي لانه الوضع اسمه وضع امامي، والوضع الامامي بنعكس الايه؟ بنعكس الاتجاه. طيب كل غرفه متصل معاها حاجه. يعني احنا مثلا عندنا لو جينا غيرنا اللون كده، عندنا طبعا عندنا الأذين الأيمن. الأذين الأيمن ده متصل مع حاجة اسمها وريد أجوف، وريد أجوف سفلي. أما الوريد اللي فوق ده بنسميه وريد أجوف علوي. وبكده بنقول إن الأذين الأيمن متصل مع أوردة جوفاء سفلي وعلوي. طيب الأذين الأيسر متصل مع أوردة رئوية، احنا رسمين منها واحد، ده وريد رئوي، وريد رئوي. تمام. طب هي الأوردة الرئوية كام واحد؟ 4 أوردة رئوية بتتصل بالأذين الأيسر. طيب تعالى للبطين الأيسر. البطين الأيسر متصل معاه شريان اسمه شريان مين؟ الأورطي، شريان الأورطي. طيب والبطين الأيمن متصل معاه شريان اسمه شريان مين؟ الشريان الرئوي، الشريان الرئوي. ونبدأ كده مع بعض واحدة واحدة. كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا الوضع بتاع القلب، ال4 غرف والأوعية الدموية المتصلة بالايه؟ بال4 غرف. ونبدأ مع بعض كده بحاجة اسمها الدورة مين؟ الدورة الرئوية. طبعا الدورة الرئوية يا بطل بتبدأ من البطين الأيمن، ودي الصغرى طبعا. وبيكون البطين الأيمن بيحتوي على دم غير مؤكسج، يعني دم فيه ثاني أكسيد إيه؟ كربون بنسبة كبيرة. بيخرج الدم من البطين الأيمن إلى الشريان مين يا بطل؟ أيوه إلى الشريان الرئوي، لأن أنت قلت الشريان الرئوي متصل بالبطين مين؟ بالبطين الأيمن. ومن الشريان الرئوي، لأن احنا سميناه رئوي طبعا وبيحمل دم يا جماعة، أيوه دم غير مؤكسج. من الشريان الرئوي هيدخل على فين يا جماعة؟ هيدخل على الشعيرات الدموية الموجودة في مين؟ الموجودة في الرئة. يبقى إذا احنا عندنا الشريان الرئوي ده بيودي دم غير مؤكسج للرئة. تاجي الرئة مطلعة مين؟ أيوه برافو عليك، مطلعة ثاني أكسيد الكربون في عملية مين؟ في عملية الزفير. ويدخل مكانها مين؟ ويدخل مكانها الأكسجين. وبيحصل هنا كده حاجه اسمها ايه؟ تبادل غازات. تبادل غازات يعني ايه؟ بنخرج ثاني اكسيد الكربون اللي جه من الشريان الرئوي، وطبعا بندخل مكانه ايه؟ بندخل مكانه الاكسجين. كلام جميل. طيب بعد كده يا بطل قال لك بعد كده بعد ما بتعمل تبادل الغازات عن طريق الشعيرات الدمويه اللي هي شعيرات دقيقه او رفيعه تسمح بتبادل المواد والغازات، ايه اللي هيحصل؟ قال لك الدم هيعود للقلب مره اخرى. الدم هيعود للقلب ايه؟ مره اخرى. هيعود للقلب مره اخرى في ايه بقى؟ هتقول لي فيه اكسجين. فيه مين يا جماعه؟ فيه اكسجين. يبقى اذا انا ارجعه مره اخرى، هغير اللون معاك، هرجع كده كده من هنا واجي رايح للوريد مين؟ رايح للوريد الرئوي. بس كده دلوقتي دم ايه يا بطل؟ دم مؤكسج. ومن الوريد الرئوي طبعا هينزل في الاذين مين؟ الاذين الايسر. وبالتالي
كده الدورة الرئوية من غير ما اكتب لك الكلام رتبها معايا. بتبدأ من البطين مين؟ بتبدأ من البطين الأيمن، ويكون البطين الأيمن في إيه؟ بيقول لي البطين الأيمن يكون فيه ثاني أكسيد مين؟ أيوه يا بطل، فيه ثاني أكسيد كربون. يعني تبدأ الدورة الرئوية بدم غير إيه؟ دم غير مؤكسج. من مين؟ من البطين الأيمن، ثم إلى الشريان مين؟ الرئوي. ومن البطين الأيمن أهي رقم 1 بطين أيمن، 2 شريان مين؟ رئوي. ثم الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الرئه، حيث يحدث التبادل ايه؟ تبادل غازات في الرئه، اللي هم طبعا احنا عندنا فرعين، واحد بتروح للرئه اليمنى وواحد بتروح للرئه الايه؟ اليسرى. تمام؟ يعني الشريان الرئوي ده بيتفرع لايه؟ لفرعين، انا عامل منهم فرع واحد بس اهوت، واشتغلت على جنب واحد بس. طيب ثم يعود بعد تبادل الغازات، يعود الدم ايه؟ دم مؤكسج عبر مين؟ عبر الوريد الرئوي الى مين؟ الى الاذين الايسر. يبقى اذا تاني الدوره الرئويه الصغرى تبدا من البطين الايمن وتنتهي في الاذين الايسر. وكلمه دوره يعني خروج الدم من العضو اللي هو زي القلب، ثم عودته مره اخرى الى عضو اللي هو رجع للقلب تاني. تمام؟ وهكذا. يبقى الدوره هنا بتاع القلب ان هو الدم يخرج من القلب ويرجع تاني لمين؟ ويرجع تاني للقلب. طيب نيجي يا بطل تقول لي كده الدم هنا دم ايه؟ مؤكسج. الدم المؤكسج ده بطل في نهايه الدوره بينزل للبطين مين؟ للبطين الايسر. هتقول لي وبعد كده هقول لك هتبدا دوره اسمها الدوره الجهازيه او الجسميه او الدوره الكبرى. يبقى الدوره الكبرى هتبدا من عند البطين مين؟ ايوه من عند البطين الايسر، وهتبدا بدم يا بطل؟ ايوه هتبدا بدم مؤكسج. طيب الدم هيخرج ازاي؟ هتقول لي الدم هيخرج من البطين الايسر لشريان مين يا بطل؟ ايوه برافو عليك، من لشريان الاورطي. طب وشريان الاورطي ده بقى هيروح فين؟ تعالى كده نغير اللون مع بعض ونقول شريان الاورطي ده بقى هياخد الدم يوزعه للجسم كله. وده دم ايه يا بطل؟ ها؟ دم مؤكسج. دم يا بطل؟ ايوه دم مؤكسج. هيوزعه لخلايا الجسم لاعلى ولاسفل لجميع اجهزه الجسم، عشان كده بنسميها الدوره الجهازيه. فمثلا انا هتكلم معاك هنا يا بطل دلوقتي وهقول لك ايه؟ وهقول لك هيروح للجسم ايه؟ هيروح للجسم اكسجين. هيروح للجسم يا بطل اكسجين اهو. تمام. هنوقف دي عشان الاذان وهنكمل تاني. نرجع نكمل يا بطل. بنقول دلوقتي اللي احنا قلناه، قلنا ان الدم خرج من البطين الايسر. من البطين مين؟ الايسر. خرج دم ايه؟ دم مؤكسج عبر مين؟ عبر الشريان الاورطي. طب والشريان الاورطي خد الدم المؤكسج وزعه على مين؟ على الجسم، على جميع اجهزه الجسم، عشان كده بنسميها دوره ايه؟ جهازيه. دم يا بطل؟ دم مؤكسج. خلايا الجسم بقى يا بطل هتاخد مين؟ قال لك هتبدا تاخد الاكسجين، وتعمل طبعا يا بطل عمليه الاكسده او التنفس الخلوي او عمليه الهضم. تمام؟ لان برضو الشريان الاورطي ده بيبقى فيه الجلوكوز اللي هو المواد الغذائيه. تمام؟ فهي تبدا الخلايا لما تعمل الكلام ده بنسميه طبعا تنفس خلوي. تمام؟ لما تعمل الكلام ده يبدا يطلع من الخليه مين يا بطل؟ ايوه يطلع ثاني اكسيد مين؟ يطلع يا بطل ثاني اكسيد مين؟ كربون. يبقى احنا كده دلوقتي بنودي الخليه ليه؟ بنودي للخليه اكسجين عشان تعمل عمليه تنفس مين؟ تنفس خلوي. طب والخليه لما تعمل تنفس خلوي هتنتج طاقه وهتطلع مين؟ وهتطلع ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده يا بطل بقى يروح فين؟ قال لك ده هيرجع تاني للقلب. هيرجع تاني للقلب ازاي؟ هقول لك اهو. هيطلع هنا من الخلايا عبر الشعيرات الدمويه، ثم عبر الوريد، ثم يصل للوريد الاجوف، سواء كان الوريد الاجوف السفلي او كان الوريد الاجوف مين؟ او كان الوريد الاجوف العلوي. ثم يا بطل الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون ده هيحصل ايه؟ هينزل في الاذين مين؟ الاذين الايمن. يبقى كده اللي طالع هنا ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. وبكده يبقى ديت الدوره مين؟ الدوره الجسميه او الجهازيه. تاني اعيد لك بالراحه كده. الدورة الجسمية أو الجهازية تبدأ بالبطن مين؟ بالبطن الأيسر، حيث تحتوي على دم مين؟ دم مؤكسج. الدم المؤكسج يطلع من البطن الأيسر لمين؟ للأورطي. الأورطي هيوزع لجميع أجهزة مين؟ أجهزة الجسم، لخلايا وأنسجة الجسم.
طيب ادي الاكسجين جه لمين؟ للخلايا، في شعيرات دمويه، هيحصل تبادل هنا، هيدخل الاكسجين والخليه هتعمل ايه؟ اكسده او تنفس خلوي، هتطلع مين؟ هتطلع ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون هيرجع عبر مين؟ عبر الاورده حتى يصل للورد الاجوف مين؟ الاجوف السفلي اللي هي الاورده الجوفاء، ثم تنتهي في الاذان مين؟ الايمن. لو انا سالتك الدوره الجسميه او الجهازيه او الكبرى تبدا منين؟ هتقول لي من البطان الايسر وتنتهي في الاذان الايمن. تبدا بدم مؤكسج في البطان الايسر وتنتهي بدم غير مؤكسج في الاذان مين؟ في الاذين الايمن. عندنا شويه ملاحظات مهمه جدا، الا وهي ان احنا عندنا البطان الايسر جداره اكثر سمكا، العضلات اللي فيه اكثر سمكا البطان الايسر من جدار البطين الايمن. ليه؟ لان البطين الايسر يضخ الدم لجميع اجهزه الجسم او لجميع انسجه الجسم، عشان يقدر يضخ الدم لجميع انسجه الجسم لازم تكون قوه الضغط عاليه، وعشان قوه الضغط تكون عاليه لازم الجدار بتاعه العضلي يكون اكثر سمكا، عشان لما ينقبض يقدر يضخ الدم لمسافات طويله لجميع انسجه الجسم او لجميع خلايا الجسم. بينما البطين الايمن اقل سمكا، الجدار بتاعه اقل سمكا لانه يضخ الدم الى الرئه فقط، يضخ دم غير مؤكسج عبر الشريان الرئوي يصل للرئه، والرئه قريب من القلب، فمش محتاجين يكون معدل الانقباض بتاعها يكون عالي او معدل الضغط بتاعها ما يكونش عالي، لان كده كده اصلا الرئه قريب منه. يبقى كده في الحاله ديت البطين الايسر اكثر سمكا، جداره العضلي اكثر سمكا من البطين الايمن، لان البطين الايسر يضخ الدم لجميع انسجه واجهزه او خلايا الجسم، بينما البطين الايمن يضخ الدم لمين؟ للرئه فقط. ايضا حاجه مهمه جدا، الاذينان يستقبلان الدم، الاذينان اللي هو الاذان الايسر والاذان الايمن يستقبلان مين؟ يستقبلان الدم. الاذان الايسر بيستقبل دم مؤكسج والاذان الايمن يستقبل دم غير مؤكسج، ودول يا بطل الجدار بتاعهم اقل سمكا من البطينان. يبقى الاذينان يستقبلان الدم فقط، لا يضخان الدم، تمام كده، وانما يستقبلان مين؟ يستقبلان الدم، تمام. طب لما هم هيستقبلوا الدم يبقى الجدار بتاعهم بيكون رقيق، مش محتاجين ان هو الجدار بتاعهم يكون يكون سميك. يبقى تاني الاذينان جدارهم اقل سمكا من البطينان، لان الاذينان يستقبلان الدم بينما البطينان يضخان الدم. طب اكتر حاجه او اكبر غرفه لها جدار عضلي سميك هو البطان مين؟ الايسر يا بطل، لان البطان الايسر قلنا يضخ الدم لجميع مين؟ لجميع الاجهزه. ما تنساش يا بطل احنا قلنا بقى؟ احنا قلنا كل الشرايين تحمل دم كل الشرايين تحمل دم مؤكسج الا الشريان الرئوي، وجميع الاورده تحمل دم غير مؤكسج يعني في ثاني اكسيد الكربون الا الوريد الرئوي، فيه اكسجين، تمام. وبكده اتمنى كده بورقه وقلم بقى سعادتك كده وتلخص وتلخص الرسمه ديت كده وترسمها انت بقى بمعلمانيه، بلاش الشخبطه بتاعت الشرح اللي انا عملتها ديت. نراكم بخير يا ابطال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.